من فترة كده قابلت حد قال لي: بس أنا حاسس إنك حاسة بنفسك شوية. هو قالها لأنها حاجة مش لطيفة على فكرة، بس أنا حابة أرد عليه هنا. في ناس كده ما بتفهمش الست اللي عارفة قيمة نفسها، اللي لا بتصرخ في الراجل عشان يعملها صح، ولا بتلعب جيمز، ولا بتلعب دور مش بتاعها، لا بتجري ورا حد، ولا بتتحايل على حد. ببساطة هي ست عندها ستاندردز. الست اللي حاطة لنفسها الستاندردز دي بتقولك يا عزيزي الراجل بمنتهى الوضوح إن ده اللي ممكن أقبله، لكن لا هتطلب ولا هتتحايل. الست القوية مش هتهددك في يوم، لكن كمان في يوم مش هتستعطفك. لو الطرف التاني مش قادر يفهم ده، هي هتنسحب. مش عناد ومش دراما، لكنه ببساطة احترام لنفسها. في ناس بتفكر إن الطريقة دي معناها تعالي أو غرور، أو زي ما الأستاذ قال لي حاسة بنفسك شوية. لا خالص، هو بس في معايير حقيقية. الست دي صوتها مش عالي بس واضح، وبتقول اللي حواليها ببساطة إن دي حياتي وده اللي أنا هقدر أعمله. لو مش مناسبك مفيش مشكلة، بس أنا مش هقلل من نفسي عشان خاطرك. الست دي يا عزيزي الرجل بتتكلم من مكان فيه قوة. الهاي فاليو وومن مش محتاجة تثبت نفسها لأي حد، هي عايشة قيمتها. بتقول للراجل التواصل مهم قوي عندي، ما بحبش التلاعب ولا الغياب من غير سبب. مش بتخوفك، لكن هي ببساطة واضحة. لما تقول أنا بدور على شريك حياة مش علاقة مؤقتة، دي مش طلبات كتير على فكرة، ده صدق. الهاي فاليو وومن يا عزيزي الراجل مش هتتعلم، هي بتختار وبتبدأ العلاقة وبتعيشها. إنما أنت بقى لو بدأت تعيش في الدور، تتقل وتختفي وتبقى غامض، لو هي مش عارفة قيمتها هتجري وراك وتسألك هو انت ليه ما بتتصلش. لكن الهاي فاليو وومن هتيجي تقولك انا لاحظت ان في تغيير. لو اهتمامك قل، اوكي، بس انا بقدر الصراحة، ما بحبش العب جيمز. شفت الفرق؟ هي مش هتهاجمك ومش هتشتكي، هي بتعلن بوضوح ان هي مش هتقبل الغموض، ومش هتلعب الجيمز اللي انت شغال فيها دي. الست دي يا عزيزي الرجل الزمن علمها، الماضي ساب جواها دروس. هي مش روبوت ومش ما عندهاش مشاعر، بالعكس دي حنية الدنيا فيها، لكنها كمان واعية. اتأذت قبل كده كتير، ادت زيادة، سكتت كتير واستنت كتير، فتعلمت ان الحب مش معناه انها تتنازل عن نفسها، وايجاد الحلول الوسط مش معناها انها تتخلى عن احتياجاتها. الست دي يا عزيزي الرجل طاقتها بتتكلم. ست عارفة قيمتها ومش محتاجة تمثل، لا هتصغر نفسها عشان تريح غيرها، ولا هتقلل من قيمتها عشان ما تضايقش اللي حواليها. هي ببساطة عارفة إن اللي مش شايف قيمتها ما يستاهلهاش. ودي مش قسوة، دي حكمة، لأنها أخيرا يا عزيزي فهمت الدرس. عزيزتي هي ما تطلبيش من حد يقدرك أكتر ما انتي بتقدري نفسك. الست دي يا عزيزي الرجل ما بتدورش على حب يكملها، لأنها في الأصل كاملة. سلامها الداخلي أغلى عندها من أي علاقة مش واضحة، ملهاش مسمى، سيتويشن شيب يعني. ما بتشتريش كلام، بتثق بس في الأفعال. وكلمتي الأخيرة للستات: لما بتبدأي تقدري نفسك بتبطلي تشرحي كتير، بتبطلي تدي طاقتك لناس مش مقدرينك، بتبدأي تقولي لأ من غير ما تحسي بالذنب، بتبدأي تختاري راحة بالك قبل رضا أي حد عليكي. وقتها نوع الرجالة اللي بيقرب لك بيتغير،
لأن اللي كانوا بيحبوا الجري واللعب والجيمز ما يقدروش يوصلوا لك، انتي ببساطة فوق المستوى. أما الراجل الحقيقي هيعرف إن ده مش تهديد، هيعرف إن دي دعوة للصراحة والوضوح، لأنك ساعتها هتبقي مش محتاجة تتكلمي كتير عشان يعرف قيمتك. قيمتك باينة من أول لحظة، وده مش هيكون غرور منك. ساعتها هتكوني واعية وواقفة على أرض ثابتة. لو أول مرة تشوفيني، أنا رشا، وده على جناح حكاية. لو لمسك الكلام اكتبيلي في الكومنتات ايه أكتر حاجة لمستك فيه، ولو شايفة إن في حد محتاج الفيديو اعملي له شير، وخلينا نتقابل المرة الجاية.